السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. طبعا في الأول بنبارك لفوز منتخبنا على بنين 3-1. هتقول لي يعني الكورة فيها كتير، فيها وارد اللي يكون وحش وفوز، وارد اللي يكون حلو وجامد جدا وعامل ماتش جامد أوي، كورة بتيجي في العارضة والجون بيشيله ومش عارف ايه واغلب بالعافية، وارد اللي اكون سيء جدا جدا واللعيبه سيئه جدا جدا وافوز، وارد. لكن وارد لما اكون بلاعب منتخب متواضع مع احترامنا ليه، تصنيفه مش عارف هو رقم كام، واخد بالك، تصنيفه بعيد قوي عني، وانا معايا 2 نجوم كبار يعتبر في يعني اقوى دوري في العالم وبيلعبوا في اقوى فرق في العالم، ومعايا يعني 3/4 الفرقه من نادي كبير زي نادي الاهلي، واخد على طول على افريقيا وبياخد بطوله افريقيا على طول، واخد بالك، يعني متعود على الاجواء الافريقيه، واجي في الاخر بالاداء دوت، بالسلبيه اللي احنا فيها، بالشكل اللي احنا فيه دوت، ما ينفعش. كنت هقبل وما ازعلش، والمصريين كلهم، كل المصريين خلي بالكم يا جماعه بيفهموا في الكوره. 90% المصريين كلهم عارفين يعني ايه كوره، عارفين يعني ايه فنيات الكوره، عارفين يعني ايه تشكيل صح وتشكيل غلط، عارفين كل ده معروف، كل ده معروف وعارفينه، واخد بالك. فانت النهارده لما بتلعب بتشكيل، هو البدايه اصلا غلط. احنا بدايتنا مع احترامي للكابتن حسام حسن، وفوق دماغنا من فوق، فوق دماغنا من فوق، لكن مشكله الكابتن حسام ما بيحبش الانتقادات. لكن احنا كمصريين لو سالت اي واحد، مش انا، اي واحد هقول لك التشكيل لازم من الاول غلط. قول له ابراهيم عادل كان بيلعب ايه، ابراهيم عادل كان بيلعب ايه، تريزيجيه كان بيلعب ايه. تحس اللي فيه لخبطه في الحته اللي قدام دي، الحته اللي قدامانيه ديت اللي هي بتخلص المباريات، في لخبطه. تريزيجيه مش عارف هو بيلعب ايه، محمد صلاح مش عارف هو بيلعب ايه، ابراهيم عادل مش عارف بيلعب ايه، مرموش مش عارف هو بيلعب ايه. حس اللي كلها كده ايه، زي ما بيقولوا كده لخبطه، في لخبطه، كل واحد مش عارف مكانه. فعشان كده احنا هجوميا ما رحناش للجون الا مثلا بتاع 3 4 كور كلها في الماتش، بما فيهم ال3 اهداف طبعا. يعني انت فرصه المحققه الاولانيه بتاعت مرموش، وبعد كده خلاص، وبعد كده كره اخرانيه ولا 2 الاخرانيين بتوع امام عاشور وكده وخلصوا. ده اللي رحت على الجون، لانك انت تحس ان الكابتن حسام حسن مصمم يلعب ب3 سرد باكات. هتقول لي يا عم 3 سرد باكات، فين ال3 سرد باكات دول؟ انت بتالف يا كابتن. والله حمدي فتحي بيلعب سرد باك تالت، مع احترامي للناس اللي هي فاهمه كوره وعارفه كوره، حمدي فتحي بيلعب سرد باك تالت. انت مأمن يا كابتن حسام بطريقه صعبه قوي. يعني انت بتحط واحد يأمن لك ورا على حساب الطريقه الهجوميه اللي انا اشيل مصطفى محمد. طب انت ما بتحبش مصطفى محمد ومش مقتنع بمصطفى محمد، هنقول خدته ليه؟ خلاص هنقول خده عشان الاعلام والضجه الاعلاميه وما ينفعش، خلاص خدته وبقى معاك. بلاش يا عم مصطفى محمد. عندك برضو فيصل، عندك صلاح محسن، اي حد، اي حد يا جماعه بيعرف يلعب قدام. والنبي يا جماعه يعني مش عارف، يعني تحس الحته بتاعت قدام دي بقت عقيمه، مش عارفين نجيب جون. يعني هتقول لي ما احنا جايبين 3 امبارح، ما تبص على ال3 يا كابتن، يعني فضل من عند ربنا كده. يعني تحس اللي احنا يعني في لخبطه. كابتن حسام يا ريت نلعب يعني بطريقه هجوميه شويه، نلعب بطريقه نقرب المسافات شويه. امبارح كانت بنين بتقسم علينا كوره، بتقدم علينا كوره، يعني هم كانوا ما يحلموش اللي هم يعملوها دي. يعني لو جينا بصينا وشفنا المباراه من تاني كده، هتلاقي بنين كانت ماسكه كوره برضو ساعات في اوقات كتيره قوي. مش ده منتخبنا يا كابتن حسام، مش ده الطريقه اللي انت بتلعب بيها، التامين الدفاعي البحت قوي دوت. انا معاك لما تدافع صح اوقات كتير قوي بتفوز، اوقات كتير قوي تفوز، لان لما يكون الدفاع بتاعك قوي برضو هيبقى عندك الهجوم بتاعك هيبقى يعني قصدي الفوز، نسبه الفوز بتبقى عاليه. لكن بالاداء ده بالشكل ده احنا النهارده معلش انا اتفرجت على قنوات مغربيه، انت بعيد عن الترشيح. كابتن محمد صلاح برضو بتصريحات انا بقول ذكيه، محدش يفهم تصريحات محمد صلاح ويقعد يحرفها يا جماعه، لان في ناس نزلت وقالت لك ازاي الكابتن محمد صلاح يقول لك احنا مش منتخب جاي ينافس، احنا معانا لعيبه محليه. يا جماعه دوت، يا جماعه ثقافه وذكاء اللي انا يعني بالعربي كده بالطريقه بتاعتنا
بنيم الدنيا كلها عشان امشي انا في طريقي. ايه هو طريقي؟ طريق النهائي للبطوله، وان شاء الله ناخد البطوله. ده محمد صلاح قصده كده. يعني انا مش معايا محترفين ولاعيبه كلها محليه ولاعيبه صغيره، فده كله اللي انا بنيم الناس التانية اللي انا جاي يا دوبك بس ايه، جاي امثل مصر جت وخلاص. لكن الاساس محمد صلاح لو سالته ودخلت كده وقلت له وهو اللعيبه كلهم، لا يا باشا احنا جايين ناخد البطوله. انت جاي تهزر؟ انا جاي اخد البطوله، بس لازم اخد الطريق التاني. الطريق اللي انا انيمك كده واقول لك اللي انا ماليش فيها ومعايا لعيبه محليه ومعايا لعيبه صغيره وجاي قد كده عشان مصر جايه قد كده واجب وخلاص. لا، الذكاء ده ذكاء. فمش عايز بقى الناس تطلع وتقول لك اصل مش عارف ايه، وكابتن صلاح قال كذا وهمد اللعيبه وخلى ان انا يبقى بعيد عن المنافسه وخلى اللعيبه ما تاخدش البطوله بقوه ولا اداء ولا مش عارف ايه، عشان قال لك خلاص على قدنا وحلو قوي اللي احنا وصلنا له. لا، ده مش قصد محمد صلاح خالص. عشان الناس احنا عارفين عندنا كده في ناس متلونه كده ويقعدوا ايه يعني ايه يحرفوا في التصريحات. دي حاجه. تاني حاجه، برضو اتكلموا على محمد الشناوي. برضو بعض الاعلاميين طالعين برضو عايزين يفطسوا على محمد الشناوي، بقول من داخل نادي الاهلي. ده ازاي ومش ازاي؟ الراجل عمل اللي عليه، الراجل شال الكوره وعمل اللي عليه وشال قبلها من انفراد ومأدي بطوله قويه جدا جدا جدا. فما نجيش نتكلم عليه بقى ونقول اصل الشناوي كان ممكن والشناوي لا طلع فوق ونزل تحت كانوا امبارح بتشكروا فيه والنهارده لا. ما زلت بقول لك الشناوي نجم المنتخب الاول، ومعاه ياسر ابراهيم. نجوم المنتخب بصراحه هم دول الاتنين، دول اكتر ناس مأديه بصراحه. ويا كابتن حسام انا قلت لك يعني في لعيبه عايزه تاخد الامور بجديه شويه، نقرص عليهم شويه عشان نطلع اللي عندهم اكتر من كده. تالت حاجه يا كابتن حسام، مش مصطفى محمد اللي تعمل معاه الحركه دي لما تكون نازل في الوقت الاضافي الثاني في اخر دقيقه. يعني مش هقول ايه يا كابتن، ما ينفعش. انت بتحطم اللاعب، انت قدامك لسه المشوار، انت بتحطم نفسيات لاعب كبير زي ده وما ينفعش. عارف لو انت مش هتنزله افضل. انت عامل تغييرات تضيع بها وقت، مش عامله ينزل وجاي تقول له اصل بص يا مصطفى خلي بالك ومش عارف ايه وتعمل ايه وتروح فين وتيجي. يروح فين يا كابتن؟ يروح فين؟ ده زي اخر دقيقه، احنا هنضحك على بعض. فيا كابتن حسام انت بتدمره، مش بتقول له لا انت نزلت وشاركت، لا انت بتدمره. في لعيبه كتيره يعني لا ما ينفعش نفسيا. الكابتن حسام حسن المفروض يتعامل بافضل من كده بكتير. فان شاء الله يا جماعه باذن الله احنا مكملين وان شاء الله هنكمل البطوله. بس بقول للكابتن حسام حسن بلاش الطريقه الدفاعيه البحته ديت وبلاش الهجوم العشوائي. احنا عندنا هجوم عشوائي يا كابتن حسام ومش هينفع. مش كل مره تسلم الجره زي ما بيقولوا. يعني انت النهارده جبت جونين في الوقت الاضافي، مش هتسلم تاني المره الجايه. ومش عايز بقى الناس تطلع لك بقى تقول لك ايه يا جماعه انتم مكبرين الموضوع والمنتخب الحمد لله بيفوز ومنتخب مأدي ومش عارف ايه وما تهمدوش الدنيا والروح ومش الروح وانتوا عايزين توقعوا حسام حسن. يا عم احنا مع حسام حسن قلبا وقالبا، مع حسام حسن ومع منتخبنا. بص بكل جهدنا احنا مع منتخبنا. لكن احنا بنقول عايزين يعني اداء مشرف، نتيجة مشرفة ان شاء الله باذن الله وهناخد البطولة. فمش عايز ان شاء الله ناخد البطولة باذنك انت يا رب بقى برجولة اللعيبة ديت بالاداء اللي ان شاء الله هيتحسن. لكن احنا بنقول للكابتن حسام حسن كده عشان يا جماعة في افضل من كده، عندنا افضل من كده، عندنا افضل من كده. احنا عايزين نروح لقدام مش نخلي بالنا من ورا بس، لان فعلا المباريات اللي جايه تبقى اقوى من كده بكتير. المنافس هيبقى قوي جدا جدا يا جماعه. وان شاء الله باذن الله انا بقول لكم منتخبنا ان شاء الله يروح في حته تانية باذنك انت يا رب، وهيوصل ان شاء الله للنهائي باذن الله وربنا كريم وهناخد البطوله. والف مبروك برضو لمنتخبنا وداعمين ان شاء الله على طول لمنتخبنا ومره ورا منتخبنا ان شاء الله لحد ما ياخد البطوله وبعديها يبقى في كلام تاني. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.